ميرسي. طبعا انا بقى هبدا كده عشان ما نعطلش وقت. هنبدا مع دكتوره ياسمين طنطاوي زي ما عرفتها قبل كده، وهي هتعرفكم تاني بنفسها وهتقول لنا عن موضوع اللي ان شاء الله يبقى جميل ومميز باذن الله. واهلا بيكم دكتوره ياسمين، ميرسي. اتفضلي. ميرسي جدا ليكي يا دكتورة هالة. أولا أنا عايزة بس أقول كلمة صغيرة جدا. أنا فخورة جدا وسعيدة جدا إن أنا من ضمن تيم فيرست فيجن، لأن فيرست فيجن هي بيتي التاني. فضل فيرست فيجن أنا ما أقدرش أبدا أنكره، وأنا سعيدة إن حضرتك اخترتيني إن أنا أكون في التيم ده النهاردة معاكم. وأحب أعرفكم الأول بنفسي. أنا دكتورة ياسمين طنطاوي، أنا استشاري تغذية وعناية مركزة، أخصائي تغذية علاجية، لايف كوتش معتمد من الاتحاد العربي للكوتشنج، وان شاء الله قريبا كده ابقى سيرتيفايد از هيلث كوتش من الاي سي اف. التوبيك بتاعي النهارده ان شاء الله انا هتكلم على هيلث كوتشنج دخلة رمضان. يمكن ناس كتيره قوي ما بتبقاش فاهمه يعني ايه هيلث كوتشنج دخلة رمضان، بس قبل ما اتكلم انا عايزاكم كده ترجعوا في الكورس كده لورا وتعيشوا التجربه معايا وتاخدوها وتطبقوها الاول على نفسكم. بعد كده تبتدوا تحاولوا ان انتوا تطبقوها على الناس حواليكم. يعني دايما لما كنا نحضر اي ورشه عمل كورس بخصوص الكوتشنج دايما يقول خد التجربه عيشها الاول، وبعد كده خدها حسها وفهمها وطبقها بعد كده على الناس اللي حواليك. اول حاجه يعني ايه كوتشنج؟ عشان الترم ده شويه جديد علينا احنا في المجال، في لخبطه شويه في المفاهيم ما بينه وما بين الثيرابيست، ما بين السايكاتريست، ما بين السايكولوجيست. الكوتشنج ده علاقه ما بين كوتش وما بين كلاينت. الكلاينت ده شخص بيجي بمشكله ما عايز يحلها بطريقه ما، الكوتش جاست ان هو بيساعده ويسانده، جاست سبورتنج هيم ان هو يقدر يعرف مشكلته ايه، لان كتير جدا على فكره من الناس ما تبقاش عارفه مشكلتها ايه، يقدر يخليه نخرب جواه كده ويطلع الحل، يطلع الحل من جواه. يبقى الكوتشنج هي علاقه ما بين كوتش وما بين كلاينت. زي ما اتفقنا الكلاينت بيجي مشكله ما، المشكله دي على فكره ممكن تكون في صحته، ممكن تكون في كارير، ممكن تكون في بارنتنج، في ريليشن شيبس، لان الكوتشنج تخصصات كتيره جدا. الكوتش بيساعد ويساند الكلاينت انه يقدر يلاقي مشكلته ويطلع الحل من عنده. ليه؟ لان الكلاينت هو اكتر واحد ادرى بظروفه، اكتر واحد ادرى بقدرته، هو يقدر يعمل الكلام ده ولا ما يقدرش يعمله. لكن الكوتش لا بيدي نصايح ولا بيوجه ولا بيقول رايه، لان هو لو قال رايه او ادى نصيحه دي هتبقى من تجربته الشخصيه، هو الله اعلم الكلاينت هيقدر يعملها ولا لا. فانا جست انا بخليه هو يطلع المشكله ويطلع الحل. اشبهها لكم اكتر، عارفين زي الكوتش الرياضي. الكوتش الرياضي بيدرب اللعيبه، بيعرفوا نقاط الضعف نقاط القوه التكات بتاعه اللعبه، لكن نيفر نيفر عمره ما بينزل يلعب مكان اللعيبه. فنفس الفكره دي فكره الكوتشنج في كل التخصصات. لما بنيجي نتكلم على الصحه دايما بنقول ايه؟ ابقى كويس، ما عنديش امراض، بنام حلو، وما بشربش سجاير، لا بلا بلا الحاجات دي. كل ده اسمه فيزيكال هيلث. الفيزيكال هيلث ده اكشولي هو جزء من 6 اجزاء من صحتي. WHO سنة 48 لما عرفت هيلث أو عرفت صحة قالت أنا لازم أكون فيزيكالي كويس يعني جسمي كويس، لازم أكون منتالي كويس عقلي كويس، ولازم أكون سوشيالي علاقتي باللي حواليا كويس. جت سنة 84 قالت لا، ده احنا هنزود 3 حاجات كمان عشان بجد الهيلث تبقى كويسة. أكون ايموشنالي، عواطف بتاعتي ايموشنالي ومشاعري تكون كويسة. تاني حاجة أكون spiritual يعني علاقتي بربنا أو علاقتي بالهاير باورز كويسة. وكمان environmental يعني علاقتي بالبيئة المحيطة كويسة. تخيلوا أنا لازم أكون في ال6 دول كويسين عشان أقول أنا صحتي كويسة. حلو قوي. يعني إيه بقى هيلث كوتشنج؟ هيلث كوتشنج يعني الكلاينت بيجي لي بمشكلة تتعلق بصحته، محتاجة بقى تعديل سلوك، عادة عايز يغيرها، عادة عايز يحطها. فالمشكلة هنا بتيجي تتعلق بالصحة، وأنا بساعده إن يشوف لها حلول بما يتناسب مع ظروفه. حلو قوي. اشمعنى بقى رمضان؟ لأن رمضان شهر جميل جدا ومحدد 30 يوم. يقول لك أنت لو عملت حاجة 21 يوم بقت عادة، ما بالك بقى ب 30 يوم؟ رمضان اليوم فيه بيبقى مقري ومرئي. يعني ايه؟ يعني ايه كلنا بناكل في نفس الوقت، بنصلي في نفس الوقت، بننام في نفس الوقت، كلنا بنعمل حاجه في نفس الوقت. فببقى ودي من الحاجات خلي بالكم اللي قليله علينا احنا كمصريين، ان احنا ما بنعرفش ننظم اصلا يومنا ولا عارفين يومنا بيبقى ماشي ازاي الا في رمضان. ببقى عارف امتى انا يومي ممكن الوقت ده انا اقدر اعمل حاجه فلانيه، يعني الحاجه اللي هو عايز يشتغل عليها في نفسه يقدر يلاقي لها مكان في يوم. حلو قوي. طبعا لغايه دلوقتي انا ما اتكلمتش برضو احنا هنتكلم عليه، انا هتكلم على توبيك
يمكن 60% من الناس اللي موجوده قدامي بتعانوا منه. احنا كاخصائيين تغذيه بنقابله عندنا في العياده، ويعتبر تشالنجينج عالي جدا بيننا وبين الحالات، الا وهو الايموشنال ايتنج او الجوع العاطفي او الاكل العاطفي. ايه هو الايموشنال ايتنج؟ باختصار، ايموشنال ايتنج عباره عن ايموشنز، عواطف، مشاعر غير مريحه، سببت لي نوع من التوتر ومن الاسترس، رحت عالجتها او مش عالجتها، خدرتها ونيمتها بالاكل. اشمعنى الاكل؟ يعني اشمعنى انا اتوترت وضايقت ورحت كلت؟ لان الاكل ده الحاجه الوحيده الغلبان اللي انا اقدر عليه، الحاجه اللي انا اعملها ما فيهاش حاجه، مش حرام، ما فيهاش كسوف، ما فيهاش عيب، ده انا واحد اتوتر راح اكل، غلبان وبقدر عليه. طب ليه مخي بيوجهني ناحيه ان انا اروح اكل؟ مخي عايز بيتلكك، عايز هرمون ينزل اسمه السيروتونين اللي هو هرمون السعاده. مخي عايز اي حاجه تنزل الهرمون ده في جسمي، بتاع المود والمزاج، بتاع تقليل الاحساس بالالم، عايز حاجه كده تطبطب عليه، فبيتلكك عشان ينزل هرمون السيروتونين. بيوجه مين؟ بيوجهني للاكل. طب هل فعلا انا لما باكل هرمون السيروتونين بينزل؟ اه بينزل، بحس بفرق وبحس ان انا بقيت كويس، اه فعلا حقيقي، بس هي ساعه واحده بس، ساعه واحده بس. بعد الساعة دي بتجيلي بقى شوية مشاعر، خد عندك شوية تأنيب ضمير، على إحساس بالذنب، على جلد ذات، شوية مشاعر كده، كلكعة مشاعر تتحط على المشاعر اللي أنا ما عالجتهاش أصلا، اللي هي موجودة في الأول، هيتحطوا بقى ويعملوا لي كلكعة حلوة كبيرة قوي. ليه بحس بتأنيب ضمير؟ ليه وأنا أكلت إيه بالظبط؟ انا لما بتوتر وبحس ان انا متضايقه وعصبيه، بينزل حاجه في الدم عندنا اسمها الستريس هرمونز، اشهرهم الكورتيزون. الكورتيزون ده هرمون لطيف جدا، بيوجه دماغي ان انا ابقى نفسي اكل حاجتين ما لهمش تاني. اول حاجه ان انا اكل نشويات وسكريات عاليه جدا، تاني حاجه دهون. فتخيلوا بقى انا الساعه 2 3 الفجر ضربت كميه غير طبيعيه من فرايد تشيكن على بيتزا على ايس كريم على عك السنين الساعه 2 3 الفجر. اتحسنت ساعه، بعد كده حطيت كل المشاعر اللي احنا اتكلمنا عليها. حلو قوي الكلام دوت. اللي بيحصل بقى بعد كده ان حتى الساعه اللي انا كنت بحس فيها بتحسن دي، بالتدريج كل ما تتكرر الموضوع ده، كل ما يتكرر بيقل. يعني انا ممكن اكل واعك العك وبرده ما ارتاحش وبرده ما اتبسطش. ليه؟ الاكل اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الكواليتي بتاعته وحشه، اللي هو مليان دهون ومليان نشويات والكلام دوت، ليه تاثير سلبي على حاجه اسمها البكتيريا النافعه في الامعاء. انا امعائي فيها بكتيريا نافعه وبكتيريا ضاره اللي هي الميكروبيوتا، انا بيقلل جدا من كفاءه البكتيريا النافعه. ايه علاقه اكل عاطفي وجوع عاطفي بشويه بكتيريا؟ ما انت مش عارف بقى. البكتيريا النافعه دي، صحة البكتيريا النافعة تعني صحة جسمي كله. برضو ما فهمتش صحة جسمي. أنا هاكل وحش، بكتيريا هتبقى وحشة، جهاز هضمي عندي هيبقى وحش. برضو ما فهمتش إيه اللينك اللي إحنا ما نعرفوش، ناس كتير ما تعرفوش. 90 ل 95% من هرمون السيروتونين بينزل من الأمعاء، بتفرزه خلايا الأمعاء. فأنا لما باكل العك وبعك العك اللي إحنا بنعكه ده، بيأثر جدا على البكتيريا بتاعتي، بيخلي الجهاز الهضمي ما يشتغلش كويس، فبالتالي حتى افراز هرمون السيروتونين عندي في الدم بيبقى مش نازل كويس، يعني حتى الميزه دي مش هتبقى موجوده. طيب how to deal with emotional eating؟ ازاي اتعامل مع emotional eating؟ اول حاجه زي ما اتكلمنا ان الايموشن دي شويه عواطف. البني ادم فينا عباره عن بوزيتيف ايموشنز ونيجاتيف ايموشنز، الاثنين بيحملوا رساله ليا. ما ينفعش ابدا اركز على البوزيتيف ايموشنز وانسى النيجاتيف ايموشنز خالص، انا الاثنين مع بعض. يعني انا لما بحس ان انا حزينه، لما احس ان انا وحيده، دي مسج، دي رسائل جايه لجسمي بتقول لي خلي بالك يا ياسمين انت كذا، ازاي اهمل هذا الجزء. النقطه الثانيه ان المشاعر السلبيه دي ضيف تقيل ورخم جدا، مش هيتحرك من مكانه الا لما اقعد واشوفه ماله. لو ما قعدتش وشفت مشاعري مالها النيجاتيف ايموشنز دي، مش هتتحرك من مكانها. لا بالعكس، ده بتجيب بقى اصحابها. يعني كنت حاسه بوحده، هتبقى شويه حزن على غضب على. فاول حاجه انا لازم ابقى عارفه ان مشاعري دي لازم اتعامل معاها. ادينا شفنا الاكل ما بيحلهاش، يبقى لازم اتعامل معاها، اقعد مع نفسي. وطبعا الموضوع ده بيبقى محتاج هيلب، محتاج مساعده من الناس. it takes time. طيب انا في الاول انا دوري ايه؟ اول حاجه اعملها لما احس ان انا عندي ايموشنال ايتنج اعمل ايه؟
في حاجه لطيفه قوي اسمها alternative list، ويا ريت احنا بعد ما نخلص باذن الله الدردشه دي كل واحد فينا يعمل الالترناتيف ليست دي. ايه الالترناتيف ليست دي؟ دي لسته انا بكتبها باكتر حاجه لما بعملها بتسعدني. احنا كل واحد بني ادم فينا عنده الحاجات اللي بيعملها بتسعده، بس وقت الزنقه ما بنفتكرهاش. كل بني ادم فينا لازم يكون جايب ورقه وقلم وكاتب على الاقل 5 حاجات بتسعده. بس شرط الخمس حاجات دول ان ليهم شرطين. اول شرط اني مش محتاجه تحضير سبيشال سيركمستانسز بقى ان انا يعني البس لها مخصوص وانزل اجيبها، مش محتاجه مني مجهود خالص. تاني حاجه ما تكونش محتاجه مني اراده. ليه؟ اصل انا يا جماعه انا هعمل الموضوع ده وانا تحت جدا، وانا مشاعري في الحضيض، ده انا واحد متدمر نفسيا. فانا عايز اعمل حاجه اللي هي ما تنزلش تاخدش مني اي مجهود. يعني مثلا انا كنت سمعت اختيارات لطيفه جدا. في حد قال لي قبل كده انا بحب اسمع قران، احب اسمع موسيقى هاديه، احب الون. عارفين كتب التلوين اللي بتتباع في المكتبات جاهزه دي؟ يقول لك انا احب الون. في حد قال انا احب اتفرج على فيلم الهنيدي. تمام؟ فتبقى انت كاتب الليسته دي بحيث ان انت توترت اتضايقت، لا، اكل مش هيحل المشكله، هعمل حاجه من الحاجات دي. حلو قوي. هل في حاجه في الاكل ممكن تساعدني بجانب الموضوع ده؟ اه طبعا. اول حاجه وانا رايحه افتح باب الثلاجه كده، يعني وانا داخله كده على باب الثلاجه، اسال نفسي سؤال مهم جدا جدا جدا: هو انا جعانه؟ هو انا بجد جعانه؟ هو في حاجه اسمها ابقى جعانه او افتح الثلاجه وانا مش جعانه؟ اه طبعا في جوع حقيقي، وفي جوع بتاع الايموشنال ايتنج ده. ايه بقى موضوع الجوع الحقيقي ده؟ الجوع الحقيقي يا جماعه بيبقى مكانه هنا، المعده. مش عارفه الكاميرا هتجيبني ولا لا. عارفين فم المعده؟ الحته اللي هي من تحت دي فم المعده، معدتي. معدتي تقول لي انا جعانه، انا جعانه. وبيبقى معاها كمان يعني تختلف من واحد للتاني اعراض. يعني مثلا اقول لك ايه، والله انا لما بجوع وعصافير بطني بتصوصو وبطني كده تقرص عليا، احس شويه ان انا همدان، مش مركز، بردان سنه. ده الجوع الحقيقي. امال بقى الجوع العاطفي ده بيجي منين؟ بيجي من هنا وطالع، من صدري كده وطالع. يقول لك انا حاسس اني مخنوق، حاسس في حاجه طابقه على صدري. ده الجوع العاطفي. يقول لك فكي، انا حاسس ان انا عايز حاجه اقرمشها كده، عايزه اقرمش حاجه. اه عشان كده يقول لك ايه، هات لنا كيس شيبس، هات لنا مكسرات، نقزقز لب. مخي بقى اول ما مخي يقول لي انا جعانه يبقى انا مش جعان. الجوع الحقيقي من معدتي، معدتي اللي تقول لي ان انا جعانه. دي اول حاجه. تاني حاجة، الجوع الحقيقي يجي جرادوال، يجي بالتدريج. أنا جعانة شوية ما أكلتش، أبتدي أجوع أكتر أكتر جرادوال. لكن الجوع بتاع الإيموشنال إيتنج صادم دلوقتي، أنا دلوقتي نفسي في كذا. ده بتاع الجوع العاطفي. آخر حاجة الجوع الحقيقي، الجعان يا جماعة ياكل التراب، ياكل أي حاجة اللي موجود في الثلاجة. ده واحد جعان وعايز ياكل، هياكل التراب. لكن بتاع الإيموشنال إيتنج لا، ده راجل عايز يروق على مزاجه، ده بقى يفتح الابليكيشن ويبص كده والبيتزا الفلانيه والايس كريم الفلاني وهاتوا لنا نجرب معرفش النطس الفلانيه. فده راجل عايز يروق على مزاجه ويستنى على الاكل كده ساعتين ثلاثه، عايز حاجه بمزاج، ده مزاجه جاي له في علبه. حلو الكلام؟ حلو قوي. ايه بخصوص الاكل يساعدني في الايموشنال ايتنج اقدر انا اعمله؟ اول حاجه يا جماعه، لو انا جعانه استمتع قوي بالاكل اللي قدامي. الاكل نعمه وليست نقمه. والناس اللي عماله تكرهكم في الاكل حسبي الله ونعم الوكيل. الاكل يا جماعه نعمه كبيره كبيره كبيره. اتفرج على الاكل، احمد ربنا على نعمه الاكل، كل بالراحه، امضغ بالراحه، استمتع بيه. شبعت قوم. بلاش بقى موبايلات، بلاش تلفزيونات، خلينا كده اوير ونبقى دماغنا شغاله. عشان انا لما اشبع اعرف ان انا شبعت. دي اول حاجه بتفرق جدا في موضوع الايموشنال ايتنج ده، انك تاني يوم تبقى عارف هتاكل ايه. مش لازم تكون محضره، يعني مش لازم تجهز على الاكل ده عادي. مثلا بقى بالليل هاكل جبنه وطماطم بس خلاص. ليه بقى؟ لقوا ان الناس اللي بتصحى الصبح كده وتعيش شبهوني ومش عارف ايه، يبقى الغداء مش محضرين اكل. طب يا اولاد انزلوا بسرعه هاتوا لنا البيتزا الفلانيه، خلصت خلاص. لكن لما بتبقى محضر تبقى عارف انت ان شاء الله بكره هتعمل ايه، بتفرق جدا. ثالث حاجه، نيفر 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 تسيبوا نفسكم جعانين يا جماعه. ريسبونس ربنا حاطه فينا عشان شيء انا ما عنديش طاقه، فلو سمحت اكلوني. الناس اللي بتزعل منها بتجوع تقول لك انا ما اكلتش حاجه طول اليوم وبجوع بالليل. ما طبيعي يا ستي لازم هتجوع بالليل، ملهاش حل تاني، لازم ناكل.
لازم ياكل. فكل بني ادم عارف لو قعد يسمع لنفسه كده لجسمه، كل واحد عارف فينا بيجوع امتى. في حد يقول لك انا بجوع كل 4 ساعات، في حد يقول لك انا كل 8 ساعات، في حد يقول لك انا بجوع مره واحده في اليوم. حلو قوي، ما دام عارف نفسك بتجوع كل 4 ساعات، يبقى لازم في وجبه كل 4 ساعات. لان انت لو ما اكلتش في اي توتر او اتزنقت او هتروح داخل على الاكل كده بعزمك وهتاكل من غير ما تحس. وفي نفس الوقت احساس الجوع مش هيختفي، بالعكس انت هتبتدي تدخل بقى في مراحل جوع شديده، نفسك هتوصل بقى لعصبيه وتوتر، هتدخل برضو في ايموشنال ايتنج. فما تسيبوش نفسكم جعانين. رابع حاجه، نظف ثلاجتك. يعني ايه نظف ثلاجتك؟ هحكي لكم حكايه لطيفه جدا كانت مع حاله عندي في العياده. هي جايه بتشتكي لي من ايموشنال ايتنج وهو اللي مسبب لها السمنه. وتقول لي بقى بصي بقى، انا اتخانقت مع جوزي الساعه 3 الفجر، رحت ضاربه واحد سينابون، والواد ابن الساعه 4 الفجر جاب لي درجات زي الزفت، رحت ضاربه واحده تشيز كيك. صراحه لفت نظري جدا ان الحلويات اللي هي بتاكلها متعوب عليها. يعني ايه؟ يعني مثلا ما اكلتش مثلا بار شوكولاته، حته كيكه بايته مثلا في الثلاجه بقى، لا لا لا، ده سينابون وتشيز كيك. طب معلش انا عندي سؤال بس رفيع بس، هو انت بتجيبي منين الحلويات دي الساعه 3 4 الفجر؟ قالت لي لا، ما انا عندي ثلاجه حلويات. قلت لها لا مش فاهمه. قالت لي بص انا عندي ثلاجتين، عندي الثلاجه الحلوه الكبيره دي بتاعت الولاد دي اللي في المطبخ. قلت لها ايوه. قالت لي وعندي ثلاجه صغيره حطها في اوضه النوم. قالت لي بس اتفق حلويات عشان لما اتخانق مع جوزي ابقى الاقي حاجه اكلها. تخيلوا. قلت لها بص يا حبيبي انت، احنا بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه الثلاجه دي بره البيت اصلا، احنا هنطلع الثلاجه، يبقى ننظف بيتنا ننظف ثلاجتنا. لان انا والله مهما اكون مين، مهما اكون مين وقدامي المغريات دي هاكلها غصب عني. لكن لو مش موجوده لا، في احتماليه ان انا ما اعرفش ايه، ان انا ما اقدرش اكلها. طيب زي ما في الاكل اللي العكاك ده، هل هو زي بيزود هرمون السيروتونين؟ مفيش اكل طب كويس صحي بيزود هرمون السيروتونين عندي فيه طبعا. اول حاجه البروتينات بكل انواعها، بروتين نباتي، بروتين حيواني، السلمون، السلمون ممتاز. تاني حاجه منتجات الالبان، اللي الناس عماله تعمل حرب على اللبن. اللبن منتجات الالبان كلها بتزود السيروتونين. المكسرات الصحيه، الاوراق الخضراء اللي في السلطه، الموز، المانجا. تلهم من شهر رمضان الحاجات اللي انت بتحب تعملها وبتريحك وبتطبطب على قلبك كده، وخد منها في الالترناتيف ليست اللي احنا اتكلمنا عليها واشتغل عليها في شهر رمضان. دي اول حاجه. تاني حاجه الاكل. الاكل يا جماعه شئنا ام ابينا هم 3 وجبات بعينهم في رمضان: فطار، سحور، وسناك ان بتوين. مفيش حد قال ان هو اوبن بوفيه من اول الفطار لغايه السحور، مفيش الكلام ده. اكل اكل محدد، طبق واحد. مفيش اي ديسوشيشن، مفيش اي موبايلات، مفيش اي تلفزيون. اكل احس بالشبع اقوم. اخلي اكلي غني بالحاجات اللي انا عارفه بقى واحده ست بتتوتر اساسا، ويعني الحد لو نفخ فيها كده تتنرفز وتتضايق. اخلي اكلي ووجباتي كلها غنيه بالاكل اللي احنا اتفقنا عليه بيزود السيروتونين. اكتر بروتين، اخلي السلطه بتاعتي فيها اوراق خضراء كتيره واحط عليها مكسرات، اعمل حلوياتي من منتجات الالبان، احط دارك شوكليت وادخلها في الحلويات. يبقى انا كده قدرت في شهر رمضان اشتغل على نفسي بدايه كده على الايموشنال ايتنج. واقول لكم على حاجه لطيفه جدا، دايما حاول تبدا يومك بحاجه بتحبها. حط كده في اول اليوم حاجه تصحيك من النوم. تخيل انت تبقى ممتن لربنا سبحانه وتعالى ان اداك يوم هديه. كل يوم في عمرنا هو يوم هديه، يوم فرصه اسعد فيه نفسي، اسعد فيه اللي حواليا، اساعد فيه اللي حواليا. لما اقوم عامل حاجه حلوه كده في يومي، ما اسمحش لحد يعكنني. دايما حتى احنا دايما بقول لك ايه، ده انا مودي حلو جدا ما تعكننش عليا، الله يكرمك. فعلا انا لما ابقى قايمه كده وناويه كده ان انا هعمل حاجه حلوه في اول يومي، مش هسمح لاي حاجه تضايقني. لان هقول لكم حاجه بمنتهى الصراحه، يعني الضغط العصبي والستريس موجود في حياتنا، موجود في حياتنا، وربنا ما وعدناش ان حياتنا هتبقى سهله يا جماعه، بالعكس. فالضغط موجود، ويبقى انسان واهم المتخيل ان ممكن يعيش حياته من غير ضغط ومن غير ستريس. امال انا اعمل ايه بقى؟ عارفين كلمه حل يومك حل ايامك؟ انا هحل ايامي. انا هتقبل ان في ضغوط، ان في ستريس موجوده حواليا، بس انا بقى هشوفه بطريقتي، هحل يومي بطريقتي لغايه ما نقابل الرحمن، نقابل الكريم. اقول لكم بقى على سر صغير كده. في دراسه اتعملت من 40 سنه ومكمله لحد دلوقتي، بيشوفوا مين اكتر ناس عندهم سلام داخلي، امراض اقل، اعمارهم اطول. تخيلوا مين الناس دي؟ لا الناس اللي بتاكل صحي، ولا الناس اللي بتنام بدري، ولا الناس اللي ما بتشربش سجاير. لقوا ان اكتر ناس عندهم سلام داخلي هم الناس اللي عندهم علاقات صحية بالاخرين. تخيلوا. السوشيال ميديا، العالم الافتراضي، حاولوا على قد ما تقدروا قللوا الكلام ده. اتقابلوا يا جماعة فيس تو فيس، صلة الرحم،
قابلوا اصحابكم اللي بقالنا سنين ما شفناهمش. تخيلوا ان لقوا ان اكتر ناس مرتاحين وهادين والدنيا معاهم لطيفه اللي الناس عندها علاقات جيده وعلاقات طيبه باللي حواليها. ده حتى قال لك اللي ليهم علاقات طيبه بالطبيعه، علاقات صحيه مع البيتس، الناس اللي بتربي حيوانات اليفه عندهم لقوا ان صحتهم النفسيه احسن بكتير من الناس اللي هي ما عندهمش حيوانات. اتمنى ان انا ما اكونش طولت عليكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين، اللهم بلغنا رمضان، وشكرا لكم جدا على حسن استماعكم. شكرا دكتورة ياسمين، ميرسي جدا على التوك اللطيف ده، ميرسي، ربنا وإن شاء يخليك. الله كده يعني كلنا استفدنا منه، ويا ريت نقدر كلنا نطبقه. ان كان شاء في الله، بس ميرسي. دكتورة هبة عمر عايزة تسأل حضرتك في حاجة. دكتورة هبة طبعا. معانا؟ طب اتفضلي يا دكتورة هبة. طيب، شكرا يا دكتورة ياسمين جدا على المحاضرة آه، الجميلة والتوك الرائعة دي. أنا ربنا يخليك بس يا دكتور هبه. جه سؤال كده في دماغي. اتفضلي. حضرتك قلتي إن الايموشنال ايتينج ده عبارة عن emotions negative or positive، فسو it's not a disorder. يس، ده طيب behavior. أوكي، إيه بقى الفرق ما بينه وما بين البنج ايتينج؟ إيه الفرق بين الايموشنال ايتينج والبنج ايتينج؟ بصي بقى، ده سؤال حلو جدا علشان بنقابله كتير. بتلاقي داخل عليك الكلاينت او داخل عليك البيشنت يقول لك انا ببنج، انا ببنج. مبدئيا كده ايموشنال ايتنج ده بيهيفير، سلوك احنا كلنا ممكن يعدي علينا، نتعامل معاه عادي جدا كاخصائيين تغذيه دارسين هيلث كوتشنج. ما فيش مشكله، ما عندناش ده، جاست سلوك محتاج تعديل سلوك. لكن البنج ايتنج ده ايتنج ديس اوردر يعني مرض، ليه كرايتيريا معينه. انا ما ينفعش انا كاخصائي تغذيه اشتغل لوحدي، ليه كرايتيريا. اقول لك على حاجه حلوه بقى، دي مهمه جدا. نيفر 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 عيان بنج ايتنج هيجي لك العياده يقول لك يا دكتور انا عندي بنج ايتنج. ليه؟ لان البنج ديس اوردر ده او البنج ايتنج ده بيبقى دايما مصاحب ليه احساس بالخزي والعار. فعمره ما هيجي يقول لك انا عندي بنج ايتنج، ده بيبقى بالعكس، ده هو انت عشان يبتدي يتكلم عن الموضوع ده لازم يكون في علاقه ما بينكم كويسه جدا عشان يبتدي يفتح في الكلام. عشان بس الناس تبقى فاهمه، البنج ايتنج ده اللي هو ايه، اللي هو مرض الشراهه، ليه كرايتيريا معينه. ده عباره عن نوبه بتيجي لازم على الاقل بتجيله مره واحده في الاسبوع لمده 3 شهور متتاليه. الاتاك الواحده بتيجي 10 دقائق، وبال10 دقائق دي بياكل اي حاجه موجوده عارفه ممكن نقابله شويه صدفه عارفه في الافلام الاجنبي لما يجي واحد يروح فاتح الثلاجه وفاتح الفريزر واكل فوق واكل تحت وياكل اكل مبوظ وشه ويقع على الارض والمطبخ. عارفه المنظر ده، هو ده مرض الشراهه. بتيجي اتاك هو مش عارف هو بياكل ايه، هو it is not about food خالص، بياكل اي حاجه، مجمد على حلو على حادق على بايظ، مش فارق معاه اي حاجه. ده اللي بنسميه مرض الشراهه. مرض الشراهه انا ما ينفعش اشتغل عليه لوحدي از نيوتريشنست، لازم يكون معايا ثيرابيست، لازم يكون معايا او سايكاتريست او سايكولوجيست، لان في الغالب بيبقى مرتبط بباست تروما حصلت له اثناء الطفوله، فالموضوع بعد كده طلع معاه بمرض شراهه. فالبنج ايتنج اذا ايتنج ديس اوردر محتاج اشتغل معاه كنيوتريشنست ومعايا ثيرابيست او سايكولوجيست. لكن الايموشنال ايتنج ده عادي جدا، ده بيهيفير وارد جدا يحصل لكل الناس، واتعامل معاه عادي از نيوتريشنست. شكرا جدا، ميرسي ليكي قوي، شكرا. العفو دكتوره هبه، ميرسي لحضرتك. شكرا.